هذه أرضنا ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما نسلموش فيها حتى النصر وإلى الاستشهاد. السلام عليكم خواتنا الجزائريين، ان شاء الله تكونوا بخير، ان شاء الله تكونوا لاباس. على بالكم بلي راهي تخلطت في مالي، كانوا الازواد، قبائل الازواد هجموا على نظام يعني قويطة الانقلابي، هذاك اللي دار الانقلاب على الرئيس المالي ودار مرحلة انتقالية وحط رئيس زاد عاود نقلب عليه وحكم يعني البلاد وحده. المهم راهي تخلطت وصرا يعني الازواد داروا هجوم واحتلوا اغلب مالي، وكالعاده خاوتنا خرجوا علينا يعني الكلاب هذوك اللي ظلوا نهار كامل هو ينبحوا على الدوله الجزائريه، وقال لك الجزائر هي اللي تدعم الكباب وهي اللي دارت الانقلاب هذا ودارت الهجمات هذه وهي اللي نسقط. وحنايا كيما موالفه خاوتنا وكيما عودناكم لازم كي نلقاو الكلاب حنايا ينبحوا علينا لازم تنا نهزوا الهراوه ونضربوهم. علاه نضربوهم؟ لانك انت الكلب كيما تضربوش يبدا ينبح وما تضربوش راح يجي نهار ويعضك. المهم خوتنا الناس اللي مش فاهمين القضيه تاع مالي خليكم على الفيديو هذا، راني نجم تقول لخصت لكم القضيه تاع مالي على قد ما نجم. الجزائر في أول رد من مالي على تورط الجزائر في الهجمات، والأمم المتحدة تتدخل للحسم. لأن سيدي غطرد القوات المالية، رئيس إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالقوات المالية المسلحة المالية العقيد سليمان ديمبلي خرج يصرح قال لك إن القوات المالية تسيطر على الوضع في عموم البلاد، وتم تحييد الخطر بعد عمليات عسكرية جرت بدعم جوي من حلفاء مالي. يعني الأمر هنايا أصبح خطيرا، لأنه اش بغات دير الجزائر؟ بغات تجرب، بغات دير واحد التجربة لذاك التحالف ديال دول الساحل، واش بالفعل غادي يتحالفوا، واش بالفعل غادي يتحركوا، واش بالفعل غادي يندوا او شيء من هذا القبيل. بل تدخلوا عسكريين ودخلت الطائرات ديالهم وكان تحالف. كان وراء هذا الحدث نعم وكل المؤشرات تدل على ذلك، والأكثر من ذلك الجزائر تريد أن يظهر اسمها فيما حدث ضد دولة مالي. سأؤكد لكم الخبر. توقعوا أي شيء من الجزائر، إنه هذا الشيء يهدم مشروع الجزائر الذي قامت من أجله، ويهدم مشروع الجزائر التي تتحرك من أجله، والتي تقوم من أجله، والذي تمشي من أجله، والذي تصرف من أجله، وسيفعل الجانب الجزائري كل شيء. وبالتالي لا نستبعد أن وراء هذه العملية الانقلابية الموجودة اليوم في مالي أياد جزائرية لتأديب مالي، بمعنى لن نترككم، سنؤدبكم، يلا خلوا المغرب تنفعكم. رحتوا اعترفتم بالحكم الذاتي للمغاربة واعترفتم بمغربية الصحراء وجمدتم اعترافكم بالبوليزاريو، يلا لن نترككم. يعني عملية. لماذا البعض يتهم الجزائر بأنها تدعم، وما هي حقيقة الموقف الجزائري؟ الموقف الجزائري هو أن يكون هناك استقرار في شمال أزواد. هذا الكلام أنا أقوله مش دفاعا عن الجزائر، ولكن بعد بحثي وفهمي لطبيعة هذا النزاع الحاصل. الجزائر في 2015 هي فهمت مبكرا يعني طبيعة هذا النزاع، وأنه يؤثر على أمنها واستقرارها. 1300 كيلومتر هذه الحدود، آخر شيء يريده الجيش الجزائري هو اشتعال شمال مالي، آخر شيء تريده الجزائر. ففي 2015 الجزائر رعت اتفاق السلم والمصالحة، وهذا الاتفاق ينص على هذه البنود الرئيسية. أولا، التزام الأطراف باحترام الوحدة الوطنية وسلامة أراضي مالي وتفادي الانفصال. هذا ما رعته الجزائر. إذا كانت الجزائر تسعى لدعم الانفصال، لماذا ترعى اتفاق ينص في بنده الأول على احترام الوحدة الوطنية وسلامة أراضي مالي؟ طبعا بعض الإخوة المغاربة الآن في السوشيال ميديا يشعلون النار وهم مش فاهمين، أو هم فاهمين وهكذا نكاية في الجزائر. طبعا لأنه يقولون أنه مالي، هم طبعا يقولون أنه مالي سحبت الاعتراف ب البوليساريو أو دعمت مغربية الصحراء ولذلك الجزائر تحركت، وهذه ملفات
يعني بعيدة كل البعد عن الوضع الحاصل. الجزائر أصلا هي يعني معنية بهذا النزاع، والجزائر أكثر دولة تفهم مالي، والجزائر يهمها استقرار مالي، ومالي خليني أقول لكم غنية بثرواتها الطبيعية، عندها الذهب، عندها معادن، عندها الفوسفات، عندها الكثير من الموارد الطبيعية، ولكن مع الأسف الحكومة دائما والطبقة الحاكمة في مالي ليست طبقة رشيدة، ولذلك بقيت مالي من أفقر يعني الدول في العالم. على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى السياسي يهم الجزائر كثيرا أن مالي تكون مستقرة، وبالتالي يحصل تعاون اقتصادي بين البلدين، تستفيد الجزائر وتستفيد مالي. التعثر الحاصل في مالي والصراعات الحاصلة وعدم الاستقرار هذا يؤثر على الجزائر التي تصرف أموال كبيرة جدا لحماية حدودها، وأصبحت منشغلة بالوضع الموجود في مالي. تعرفوا جماعة الخير أنه لما جماعة الأزواد قاموا بالسيطرة على مدينة كيدال الاستراتيجية ودخلوا إلى مقر الولاية، مقر المحافظة حيث يعيش المحافظ والوالي، ففتحوا الثلاجة وجدوا في الثلاجة كل المنتوجات الموجودة في الثلاجة منتوجات جزائرية. مالي لا تصنع، هي تستورد أصلا الغذاء من الجزائر، المنتوجات تأتي من الجزائر سواء عن طريق التهريب أو عن طريق التبادل الرسمي. الوقود يأتي من الجزائر، كل شيء تقريبا يأتي من الجزائر، وبعدين تأتي هذه الطغمة العسكرية الحاكمة وتعادي الجزائر. أنت أصلا تعيش بخيرات الجزائر، تأكل الغلة وتسب الملة، وهذا بتحريض من بعض الدول وعلى رأسهم الإمارات. ومع الأسف تجد مثلا على سبيل المثال أنه تركيا تأتي وتعمل اتفاقية عسكرية مع مالي. طبعا هذا أمر مشروع أنك تعمل دولة تعمل اتفاقية عسكرية مع دولة. تركيا تبيع في المسيرات لمالي، ولكن تركيا ربما مش فاهمة التعقيدات الموجودة في مالي. روسيا تأتي وتوفر الحماية ولم تستطع أصلا، تأتي لتوفير الحماية للطغمة العسكرية الحاكمة في مالي ومش فاهمة التعقيدات الموجودة. كل دولة تأتي وتبحث عن مصالحها في مالي، إلا الجزائر تأتي ولا تبحث عن مصالحها الخاصة، لا اقتصادية ولا طمعا في ثروات مالي. كلهم يطمعون في ثروات مالي. الإمارات تريد الذهب، روسيا تريد الذهب، تركيا تريد الأموال وتبيع المسيرات وتختبر مسيراتها. الجزائر لا تريد الاستقرار، لأنه بالنسبة لها أهم مكسب وأهم ثروة في مالي هي الاستقرار. الاستقرار هو الذي سيحقق بعدين التعاون والتكامل، وهذا بحكم الجغرافيا. طيب، بنود اتفاق السلم والمصالحة ينص على التزام الأطراف باحترام ولو تركوا الجزائر لحرصت على تطبيق هذا الاتفاق، وهذا كان سيحل المشكل. أيضا التزام الأطراف بالتعاون لمكافحة الجماعات الإرهابية. الأزواد وبقية الجماعات والمكونات التي حضرت ووقعت على اتفاق قالوا احنا نلتزم بمكافحة الجماعات الإرهابية، داعش وأي جماعة إرهابية. يعني هذا الاتفاق كان مكسب لمالي، هذا الاتفاق هو الحل لمالي أمس واليوم وغدا، وبرعاية الجزائر وبوجود الجزائر وبضمانة الجزائر، لأن الجزائر كما قلت أهم مصلحة لها هي حماية استقرار مالي وضمان استقرار مالي. بينما الروس يأتون لنهب الثروات، الفرنسيين يأتون لنهب الثروات، الإمارات تأتي لنهب الثروات، الأتراك يريدون عقود عسكرية. متصارعين في المنطقة، وهذا صراع ليس وليد الأمس، هذا صراع عمره 64 سنة منذ خرجت فرنسا 1960 من المنطقة. بعد سنة من خروجها بدأ هذا الصراع بيننا مع النظام في باماكو، النظام الشيوعي في ذلك الوقت الاشتراكي بقيادة مودوبو كيتا، على أساس أنه كان نظاما شيوعيا ماركسيا ويريد أن يحولنا نحن من إسلامنا وثقافتنا وهويتنا إلى الماركسية التي كان يؤمن بها، ودعمته الاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت كما تدعمه روسيا الآن. ولكن هيهات أن يخرج سانغاري أو من معه بنتيجة بحوار داخلي بينه وبين نفسه. نحن من يحمل السلاح ضد هذا النظام العنصري المتمرد أيضا
فهذا النظام الآن متمرد. إذا كانوا يسموننا نحن متمردين فهم أيضا تمردوا على النظام، على الدولة، على النظام المنتخب ديمقراطيا في دولة مالي. إبراهيم بوبكر كيتا رئيس دولة منتخب، البرلمان كان برلمانا منتخبا، هم انقلبوا على كل هذا، حلوا البرلمان، حلوا مؤسسات الدولة، فهم أيضا متمردون. إذا كنا نحن في نظرهم متمردين على الدولة المالية فهم أيضا متمردين على الدستور المالي وعلى النظام المالي، فنحن جميعا معا متمردين. فهل هؤلاء المتمردين برأيك لماذا لم تنجح اتفاقية الجزائر؟ لم تنجح اتفاقية الجزائر لأن الماليين لا يريدون تنفيذ بنود الاتفاقية، مع أنها كانت 90% في صالحهم، وتلكأوا لمدة 8 سنوات في تطبيق بنود اتفاقية الجزائر ولم يطبقوا منها ولا 2%. وكنا نحن الحركات الأزوادية نجاري المجتمع الدولي الذي كان يقول بأنه هو الذي يحمي هذه الاتفاقية وهو الضامن لها، حتى مضت هذه 8 سنوات وانقلب العسكر على النظام الدستوري المنتخب هناك وحلوا البرلمان والدستور وحلوا أيضا الاتفاقية التي يتحدث سنغار الآن بأنها غير موجودة وأنه قد تجاوزها هو ونظامه. عندكم أنتم في البلد ماذا عن اتهام باماكو لفرنسا بدعمكم في الحركات الأزوادية؟ لو كانت فرنسا تدعمنا عملت لنا دولة مثل ما عملت لهم لسانغاري وامثاله دولة. هذا مردود عليه. من أتى بفرنسا 2012؟ نحن أم هم؟ من أتى بروسيا والأمس؟ نحن أم هم؟ من يأتي بالخارجي هم، لسنا نحن. نحن لم يسجل علينا التاريخ أننا استعنا بأي عنصر خارجي على هذه الدولة التي تسومنا سوء العذاب منذ 64 سنة. هم أسباب التدخل الخارجي، وهم عندما يأتي أي أحد من الجيران ليصلح بيننا في النهاية هم من يلقوا بهذه الاتفاقيات في سلة المهملات. منذ 63 حتى الآن كل اتفاقية تحدث ما بين الأزواديين والماليين يأتي نضال، يحصل انقلاب ويأتي صاحب الانقلاب الجديد ويمزق هذه الاتفاقية ويرميها في سلة المهملات. هم لسنا نحن. فالتدخل الخارجي هم سببه، ومن يقاتل بقوات خارجية هم ولسنا نحن، وهذا بشهادة العالم. لدي الآن فيديوهات لو أردت أنت وهو أن أعرضها لكم الآن على الشاشة، فيها قوات من بوركينا فاسو وفيها الفيلق الروسي هذا اللي يسمى فاغنر والذي يقود المعارك. في كل المعارك التي خاضوها منذ شهر 8 2023 المقدمة كانت للروس. هل الروس من خاي أم من كوليكورو أم من بلان؟ يلزم ننتبه بأن فيه من يريد تسويد كل هذه الفترة لتشكيك الشعب في ثقته بنفسه، لزعزعة ثقة الشعب، لإظهار الاستقلال بأنه كان تقريب خطأ. لجعل الأجيال التي لم تعرف نقطة الانطلاق تعتقد أن الخلاص هو خارج الجزائر.